مشاهدينا الكرام، يا هلا وسهلا فيكم في بطولة سداسية كرة القدم الثانية للإعلاميين والمقامة في جامعة الإمام محمد بن سعود. سوف نكون وإياكم في هذه التغطية لهذه الأحداث وهذا التقرير من هنا من سداسيات كرة القدم للإعلاميين. تابعوا رسالتنا. واصلت أدوار بطولة سداسيات كرة القدم للإعلاميين الثانية المقامة على صالة جامعة الإمام محمد بن سعود للمرحلة النهائية بعد أن لعبت مباريات دور الأربعاء يوم أمس، حيث استطاع فريق صحيفة الاقتصادية الفوز على القناة الاقتصادية السعودية في مباراة مثيرة، وفازت جريدة الاقتصادية ب4 أهداف مقابل 3، فيما فازت القناة الثقافية السعودية على قناة روتانا ب7 أهداف مقابل 3، ليتقابل فريق صحيفة الاقتصادية والقناة الثقافية السعودية في النهائي المنتظر يوم الخميس القادم. الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، وكيل الجامعة للدراسات، نرحب بك عبر السعودية الرياضية. دكتور، وأنتم تستضيفون هذه البطولة، بطولة سداسيات كرة القدم للعامين الثاني المقامة هنا في جامعة الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكر القناة الرياضية الذهبية السعودية على متابعتها لمناشط الرياضية التي تقام في الجامعة وفي أرجاء الوطن في مختلف المؤسسات التعليمية وغيرها. ولا شك الجامعة تسعد حقيقة باستضافة مثل هذه البطولة، خاصة أنها تجمع نخبة من الجهات والمؤسسات الإعلامية التي بلا شك ليست هي منافسة للحصول على بطولة أو لتحقيق المركز الأول، وإنما هي ود وصلة وتواصل بين إعلامي هذا الوطن الغالي. والجامعة تسعى دائما لخدمة المجتمع هدفا من أهدافها. لا شك أن من الأهداف الرئيسية لمؤسسات التعليم العالي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وهذا جزء من هدف تسعى إليه الجامعة، الارتباط والتواصل مع المجتمع في تحقيق مثل هذا التجمع الخير المبارك في هذا الشهر الكريم، وفي هذه الملاعب الحقيقة التي نفتخر فيها ونفتخر كمنسوب لهذه الجامعة وكشباب لهذا الوطن عندما نجد مثل هذه الملاعب العالمية، سواء هذه الصالة المغلقة أو الملاعب المختلفة والمسابح الأولمبية الموجودة في الجامعة. كل هذه تؤدي دور حقيقة لا يخفى على الإعلام أو على أفراد ومنسوبي التعليم بشكل عام. فللتو انتهت النوادي الصيفية في الجامعة، ثم بدأت مثل هذه الدورة، وبعد ذلك ستستضيف الجامعة أو ستستقبل الجامعة طلابها بعد عيد الفطر إن شاء الله المبارك، وستستأنف كثير من الأنشطة في هذه الملاعب. والجامعة بشكل عام دعمت ولله الحمد من القيادة الرشيدة مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين سمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وأيضا من معالي وزير التعليم العالي ومعالي نائبه، ويرعى ويتابع هذا الدعم وهذه المناشط معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخيل، الذي يشجع دائما إقامة مثل هذه المناشط وهذه المشاريع الشبابية إن صح التعبير. جميل، مشكور دكتور، الله يعطيك العافية، ونهنئكم على هذه المنشآت الجميلة والرائعة. وأيضا أنا أهنئ الفريقين، يبدو لي فريق الاقتصادية والقناة الثقافية، على وصولهم إلى المباراة النهائية، وإن شاء الله الجميع فائز. عبد الرحمن أبو عود، نرحب بك عبر السعودية الرياضية. ألف مبروك، فوز يعني كان صعب جدا، مجرد الوصول إلى 4-3 وصلتوا إلى النهاية، تستحقون الوصول إلى النهاية. طبعا الحمد لله وصلنا بالنهاية، طبعا بعد سلسلة من انتصارات اللي صارت، بداية مع فرق قوية كالأخبارية، فريق الشرق الأوسط، احنا توصلنا للمباراة اللي لعبناها اليوم. احنا مباراة اليوم اللي هي لعبناها مع القناة الاقتصادية. القناة الاقتصادية طبعا كفريق وكمجموعة قد يكون انه اسهل من
من كلاعبين قد يكون اسهل من غيرهم، لكن مجريات المباراه فرضهم واسلوبهم صعب علينا المباراه. لذلك كنتيجه اللي راح تحكم عليها انه مباراه صعبه، لكن المباريات اللي تسبقها كانت اصعب من الناحيه الفنيه. جميل. امامكم مباراة نهائية تجمعكم مع القناة الثقافية السعودية، القناة الثقافية داخل هالبطولة من اول يوم كان مرشح على اللقب. طبعا اكيد احنا اي فريق يعني في فرق كنا نتابعها ونعرف ان مستوياتهم يعني متوسطه واقل متوسطه نبدي الاحترام، فما بالك فريق يعني من قبل ما يلعب يعني مرشح. طبعا هي كمجموعه معروفه، هي تشارك في اكثر من بطوله، نفس المجموعه هذه طبعا هي متاهله على ما اعتقد لنهائي بطوله رعايه الشباب، لذلك فريق قوي جدا. يعني طبعا احنا نمتلك عنهم بعض المعلومات، ان شاء الله ان الشيء هذا يساعدنا لما نواجههم يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله ما في اي احتجاجات. لا ان شاء الله ما في، هي بطوله في يعني في نهايه الامر وديه وحبيه. طبعا احنا الحمد لله يعني وصلت للهدف المرسوم لنا، يعطيهم العافيه طارق المنصور، عبد الله القحطاني، يعطيك العافيه عبد العزيز حميد، يوميا ما شاء الله متابعه جميع المباريات مع جميع اللاعبين الاداريين حتى الضيوف الحاضرين. لذلك اعتقد ان البطوله السنه هذه حققت يعني ما كنا يعني نطمح له. نايف المطيري نرحب بك عبر السعوديه الرياضيه، نقول لك هارد لكم هذه الخساره، قناه روتانا تخرج من دور نصف النهائي. والله خروج كان بشرف يعني قدام فريق قوي، ان قدمنا اللي علينا وحاولنا نجاريهم، يعني فريق ما شاء الله واضح انهم يلعبون لهم مده مع بعض ومتفاهمين، يعني احنا يعني اسماء يعني ما نلعب صح، احنا برنامج واحد لكن ما نلعب مع بعض كوره. بس نايف خلينا نتكلم عن اجواء هذه البطوله، اقامه مثل هالبطوله بشكل سنوي. والله البطوله ناجحه، خاصه انه تجمع اعلاميين ويتعرفون على بعض، يمكننا زملاء مهنه واحده لكن ما نتقابل، فالبطوله هذه تجمعهم في جو غير جو العمل. جميل نايف. ايضا خلينا نتكلم عن السنوات الجايه ان شاء الله، انتم كقناه روتانا ايش بيكون استعدادكم للدخول مثل هالبطولات؟ والله بنجيب لعيبه محترفين وبطريقه نظاميه ان شاء الله. إذا مشاهدينا الكرام إلى هنا وصلنا وياكم لنهاية رسالتنا لهذا اليوم من هنا من بطولة سداسيات كرة القدم للإعلاميين الثانية والمقامة في جامعة الإمام محمد بن سعود. تقبلوا تحياتي عبد العزيز عبد الله الحميد، ومن خلف الكاميرا عبد الله مرشد المشهد. إلى اللقاء.